مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر. وبصراحة النهاردة انا راجعة عشان احكي لكم عن الاختلاف ما بين الشعب النرويجي والشعب المصري او الشعب العربي، يعني عامة احنا كعرب. اول حاجة، في صفة هنا في الشعب النرويجي، صفة معروفة وكل اي حد بيجي هنا بيتعرف عليها بسرعة، لان هم كلهم كده بصراحة، يعني او تلات ارباعهم، بس انا شايفاهم كلهم مش تلات ارباعهم. اول حاجة، كل الناس هنا فالصو. يعني ممكن يكون قاعد وبيتكلم معاك وبيضحك في وشك وهو مش طايقك، يعني هو بيتمنى لك، ممكن يكون بيتمنى لك الموت وهو قاعد، بس هو مش مبين اي حاجة على وشه خالص. دي صفة من الصفات العامة هنا في البلد. طبعا في ناس شايفينها ان هم بيقدروا ان هم يبقى ما بيبينوش اللي جواهم، ودي حاجة حلوة. في ناس شايفاها كده، بس انا من الناس اللي شايفاها ان دي من أسوأ الصفات في البني ادمين، بجد من أسوأ الصفات اللي ربنا خلقها وحطها في البني ادمين. وهنا النرويجيين كلهم طمعوا في كل الصفات دي، لان انا بصراحة ما شفتهاش في اي حتة تانية، بس طبعا ممكن تكون موجودة في الاسكندنافيا او في البلاد التانية اللي هي جنب النرويج. آه، لان طبعا اللي خلاني ان انا اعمل الفيديو ده النهارده بصراحه، يعني آه ان انا حصل لي موقف في الشغل. الموقف اللي حصل لي في الشغل كان موقف غريب شويه. طبعا انا مش هحكي بالتفاصيل بالظبط، بس انا هحكي لكم القصه بالعموم. يعني انا النهارده كان عندي ميتنج مع مديري في الشغل، و... وكان معانا في الميتنج اللي هو يعني دراع المدير اليمين، يعني اللي تحت هو مش ما بيبقى السكرتير، بس بيبقى تحت دراعه اليمين. يعني بيبقى المدير وتحتيه واحد واحنا تحتيهم. احنا برضو واخدين منصب مدير، بس كل واحد مدير في حتة يعني او في حتة مختلفة. فحصل موقف، دايما المدير هي المديرة بتاعتي مش قاعدة هنا، يعني مش قاعدة في المكان اللي انا بشتغل فيه، هي قاعدة في بلد تانية في النرويج، يعني مكتبها في بلد تانية في مدينة تانية، ومش موجودة في المدينة اللي أنا عايشة فيها. بس طبعا الشغل ماشي، وهي بتتابع الشغل وبتيجي هنا. وطبعا ما بين البلد اللي أنا عايشة فيها والبلد اللي هي عايشة فيها يعني ما بينهم بطيارة، يعني عشان تيجي هنا هي تاخد طيارة، أو عشان أنا أروح هناك بناخد طيارة. أنا كنت هناك امبارح لأن كان عندنا ميتنج كبير في الشغل، كل كل الريجن اللي هو كان متجمع، وكنا كلنا متجمعين هناك. بس الموقف اللي حصل لي النهارده كان موقف غريب. بس اكتشفت النهارده ان انا كبرت في السن. ليه بقى؟ لان وانا صغيره كنت بتعصب او كنت ببين، بس اكتشفت النهارده ان احنا لما بنكبر في السن، آه في اوقات معينه بتيجي علينا لازم نعمل فيها عبيط او اهبل علشان الموجه تعدي. المهم، خلوني ارجع لكم بالموقف اللي حصل لي النهارده في الشغل. في الميتنج واحنا بنتكلم على الشغل ومش عارفه ايه، لان انا عندي حبه يعني زي مشاكل في الشغل، فكان الميتنج عن ان احنا ازاي نحل المشاكل وازاي المهم، ففي اخر الميتنج دايما المديره بتاعتي بتسالني ايه الاخبار في الشغل في المكتب، يعني المكتب اللي احنا قاعدين فيه هنا، لان في المكتب مش انا لوحدي اللي شغاله، المكتب فيه 7 مكاتب، يعني احنا 7 تنفار في المكتب اللي هو بتاع المدينه بتاعتنا. وبما اننا 7 تنفار كلهم نرويجيين، انا الوحيده الفورنر، الوحيده المغتربه. وطبعا زي ما انا قلت قبل كده في كل فيديوهاتي، انا مش بقول ان زمايلي في الشغل عنصريين، ويعني او انا يعني بستعي بالكلمه دي لما بيكون في حد انا واكله معاه عيش، او بس دايما في حاجه انت بتبقى حاسس ان هي ناقصه في الموضوع. يعني دايما وانت فورنر بتبقى حاسس ان في حاجه ناقصه في الموضوع، يعني انت مش مفيش حد كامل. بس انا مش قصدي بالمعنى ده، انا قصدي ان انت دايما بتبقى حاسس ان هما في حاجة او انا في حاجة.
فما بتبقاش حاسس دايما ان انت في الليفل بتاعهم، او هم دايما بيبقى محسسينك كده. هم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يرسموا، وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يمثلوا، على قد ما يقدروا ان هم يبينوا لك ان انت آه، منهم، او انت واحد منهم، بس هي مش دي الحقيقة للأسف. لان دايما اسم المغتربين لازم يجي في كل جملة، في كل جملة بتقابلها كل يوم. المهم خلوني اكمل لكم القصه ونرجع للغربه. المهم سالتني ايه المكتب، يعني ايه هو اسمه ايه بالعربي مش عارفه، الانفيرمنت، يعني الجو بتاع المكتب حلو ولا وحش. دايما في اخر كل ميتنج لازم تسالني السؤال ده. وانا ما بخبيش عنها حاجه، علشان ما بحبش حد يتكلم عليا من ورا ظهري. دي اكتر صفه بكرهها، ومش بحب اتكلم على حد. انا مش بقول ان انا ملاك، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اتكلمش على حد بحاجه وحشه، بحيث ان انا ما اتحطش في موقف وحد يجي يقول لي انت ليه قلتي كده، او ليه انت ما قلتيش كده. ما بحطش نفسي في الموقف ده نهائيا خالص، ولا مع اصحابي، ولا مع زمايلي، ولا مع جيراني، ولا مع اي حد. المهم، فانا في مشكله في الشغل عندي مع زميلتي. فطبعا السؤال اللي هي سألته، هي بتسألني بعد كل ميتنج، بس النهاردة كان السؤال بطريقة مختلفة. فأنا حسيت إن زميلتي اتصلت واشتكت عليا لها، لأن أنا زميلتي عملت معايا موقف في الشغل. فأنا حسيت إن الموقف فيه قلة احترام ليا. فأنا لما أي موقف بيحصل لي في حياتي عامة مش بيأثر فيا قوي لو أنت بعيد عن احترامك ليا، ولو أنت بعيد عن كرامتي. لو انت مسيت كرامتي، او لو انت قللت مني او من احترامك ليا، يبقى انت بره حياتي. اي حد في حياتي بصراحة، لان الحاجتين دول عندي خط احمر، وما بقدرش اتخطاهم، وما بقدرش انسى. يعني عندي مشكلة كبيرة جدا ان انا انسى. فانا حكيت لها، قلت لها الحمد لله كل حاجه كويسه، بس انا في مشكله ما بيني وما بين زميلتي، وحكيت لها على المشكله. فهي بصراحه ردت عليا وقالت لي ان هي في ظهري، يعني هي معايا في المشكله، يعني هي مع رايي. بس ان انا ما اكلمهاش دي مش حاجه حلوه. قلت لها والله انا هي زميلتي، وانا بحترمها وبسلم عليها، وهي بتخش الشغل كل يوم، ويعني حتى لما بنقعد مع بعض، لما بنقعد نتغدى بنقعد في نفس المكان، بس انا ما بكلمهاش زي الاول. وقلت لها سامحيني، انا مش هقدر ارجع اكلمها زي الاول. فهي قالت لي مش هينفع، عشان انت كده هتبوظوا الانفيرمنت بتاع المكتب، ولازم. قلت لها عامه انا في طبقي كتير دلوقتي، يعني عندي حاجات كتير اعملها، ودماغي مش فايقه قد كده ان انا اركز في الموضوع ده بالذات، بس ممكن نشوفه في المستقبل. ده كان ردي لها. فكان معانا واحد تالت في الميتنج زي ما انا حكيت لكم، او واحده. وهي لما قالت لي انا معرفش القصه، انا قلت لها هي حد اتصل بيكي من المكتب واشتكالك؟ قالت لي لا 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 خالص، نهائيا نهائيا مستحيل، مفيش اي حد كلمني ولا رد عليا. بس اللي كانت معانا في الميتنج ردت عليها وقالت لها بس انتي حكيتي لي على الموضوع امبارح. فانا المديره بتاعتي وشها جاب الوان بجد، يعني وشها اتغير. فقالت لها انا انتي بتقولي ايه؟ قالت لها لا 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 مش انتي، ده ميسة اللي حكيت لي على الموضوع امبارح. تخيل تبقى قاعد وحد يلبسك العمة وانت بمزاجك تلبسها. ده ما كانش قلة احترام بصراحة. انا حسيت انا يعني بدل ما اسبب لهم احراج، او ان انا اقف على كلمتي واقول لها لا خالص انا ما قلتلكيش، لان انا فعلا ما قلتلهاش القصة دي حقيقة، عملت عبد الحميد وعديت الموضوع. بس بعد ما رجعت البيت لقيت ان الموضوع هيأثر فيا شوية، بس قعدت مع نفسي وقلت ان احنا لما بنكبر في حاجات كتير لازم نعديها. بس حاجات، يعني حاجات مهمة. يعني ما تجيش دايما على نفسك. هو النهاردة انا ما جيتش على نفسي وعديت الموضوع، انا بس عشان ما احرجش حد تاني،
لان انا كمان ما بحبش ان انا احرج حد، ولا بحب حد يحرجني، ولا بحب احرج حد. ف عديت الموضوع. بس في اللحظة دي يعني زي ما انا قلت لكم حسيت ان انا كبرت، او ممكن يكون عقلت، بلاش كبرت. وطبعا ارجع للغربة. الغربة لها تمن كبير قوي. مفيش اي حد يعني بيحس بيه الا اللي عايش فيه. دي حقيقة فعلا. انت دايما بتبقى عايش في مكان. يعني انا معايا الباسبور النرويجي، اوكي، بس انا دايما لما بتكلم على الجنسية او دايما اقول انا مصرية واحمل الباسبور النرويجي. انا مش نرويجية، ولا مستحيل هكون نرويجية في يوم من الايام. انا دمي مصري. وكل اللي عندي، كل اللي اتغير ان انا بحمل الباسبور النرويجي بس. لان انت طول ما انت عايش في الغربة انت في غربة. بس المشكلة بقى، المشكلة كلها ان بلدنا عملتنا احنا في مصر حاسين بالغربة، وفي الغربة حاسين بالغربة. فطبعا اللي في الغربة اكيد هيفهموا انا بتكلم عن ايه. ودايما بيجي عليك اوقات كتير تحس فيها ان او تسأل فيها نفسك انا بيلونج لايه؟ يعني انا انتمي لايه؟ انا انتمي لمين؟ انا فين؟ انا مين؟ هل انا انتمي للنرويج ولا انتمي لمصر؟ والسؤال ده بيزعلني قوي. عارفين ليه؟ وبيأثر فيا قوي 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 قوي، لان بحس ساعتها ان يعني لما بدور على اي حاجة بحس ان مفيش، بحس ان انا مش منتمية لاي حاجة. اول حاجة انت بتعيش في الغربة وتلاقي اهلك، يعني لما تيجي ترجع مصر تلاقي اهلك ماتوا، فملكش حد في مصر. وانت عايش في الغربة، حتى لو انت عندك اولاد او عندك زوج وعندك، بس انت برضو حاسس ان دي مش، انت حاسس انك مش منتمي. ومش عارف تنتمي لايه. يعني مش لاقي انتمائك في اي حاجة. فانا دايما السؤال ده لما بسأله لنفسي، عشان كده مش بسأله لنفسي كتير، بيأثر فيا قوي. انا عارفة طبعا ان في ناس كتير هيكونوا بيتفرجوا على الفيديو بتاعي ويشوفوا ويقولوا في ناس في الغربة احنا بنتمنى ان احنا نبقى في الغربة زيهم، بس ودونا الغربة. بس صدقني انا عارفة ان انت بتتمنى عشان الظروف ساعات بتبقى في مصر مش حلوة، او الظروف في البلاد العربية بتبقى مش قد كده. بس الغربة مش سهلة، صدقني. انت بتتنزل عن حاجات كتير. بعد ما بترجع بلدك، يعني لما بترجع حتى بلدك اجازة ما بتلاقيش حد من اللي انت كنت تعرفه. فما بتلاقيش نفسك. وهنا برضو ما بتلاقيش نفسك، صدقني. بس طبعا انا يعني انا بحكي لكم كده، بس طبعا ما اقدرش ان انا اقول للناس ما تسافروش، لان كل واحد بيدور على الحياة افضل. وفي ناس بيقولوا اوكي نستحمل الغربة بس يكون حياة افضل، وساعات بيكون عندهم حق. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. وسامحوني انا ما كنتش قصدي ان انا في اخر الفيديو اعمل دراما، بس السؤال ده اكتر حاجة بتأثر فيا جامد. ف شكرا ان انتوا سمعتوني النهاردة، واستنوني فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر.